لا انا بسجل، يعني انا بسجل فيديو، انا مش أنا ساكت يعني، مش عارف. الساعه 6 الصبح، ايه ده؟ يعني انت ليه عدو نفسك؟ ليه عدو نفسك؟ مباراة الحرقة الدم، مباراة حرق الدم، اقسم بالله حرق الدم. لعيبة ما عندها دم، لعيبة انانية، لعيبة مش عايزة تلعب عشان الفرقة، كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد بيفكر انه يجيب جول. مش ممكن. مفيش احسن من كده فرص قدامك في مونديال انت كنت ممكن تتأهل فيه بسهولة. كان ممكن تكسب انتر ميامي لولا لقطة تريزيجيه والأنانية وضربة الجزاء، وتبقى أول لعيب يجيب جول في كأس العالم. وكمية الفرص النهارده مش طبيعية. احنا ايه اللي ناقصنا تاني؟ ايه اللي ناقص عشان نكسب؟ مش هنطلع ليه من مرحلة الأداء المشرف وسيبنا انطباع وفي ايه؟ في ايه؟ هتلاقي ايه اسهل من كده؟ هتلاقي ايه اسهل من كده؟ فرقة، والله العظيم ثلاثة، الثلاث فرق اللي انت لعبتهم ملاعب قدامك كورة. انتر ميامي سواء الشوط الاولاني ولا بالميراس ما لعبش حتى قدامك بنكله، خلاص انت اللي خسرت نفسك بنفسك. وبورتو النهارده دينا شايفين مش فرقه كوره، يعني مش فرقه مرعبه ولا اي حاجه. الاهلي النهارده بيبتدي الماتش الشناوي، محمد هاني باك يمين، كوكا باك شمال، داري وبيكهام قلبين دفاع، قدامهم حمدي بيه فتحي ومحمد علي بن رمضان، على اليمين حسين الشحات، على الشمال تريزيجيه، وفي النص زيزو، وقدامهم وسام ابو علي. تمام. تشكيله اول ما شفنا كوكا وحسين الشحات قلنا يا دي النيله، ما مش هنخلص. تمام. بتبتدي الماتش انت الاحسن، بتجيب جول وبتركب الماتش، ومع ذلك بيجي فيك جول فطيس من اللعيب اللي اسمه مورا ده. لعيب جامد جدا طبعا، بيرقص لعيب والتاني ويلم الشناوي يحطها جول. واحد واحد. معلش يا سيدي، بيجي لك ضربه جزاء بتاعت زيزو اللي بيحط جسمه كويس جدا وبيخلص غطسه من بتوع الزمالك، بيحسبها الحكم ضربه جزاء. بنقول يا رب استر، وسام علي بيدخل بيحط الكوره جول. 2-1، مفيش احسن من كده، بتخلص شوط 2-1. تمام تمام. مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده سيناريو. تدخل الشوط الثاني، بيجي فيك جول تعادل، اي برضه من ناحيه الشمال بتاعتهم. لعيب الوينج الشمال بتاعهم بيلم محمد هاني كالعاده وبيحط كوره، وكالعاده محمد الشناوي بيتفرج على كوره، وفكرنا بقى بايام سان داونز، الكوره اللي كانت بتتلعب لازم يصورها وهي داخله. تمام. 2-2، ما بتعديش دقيقه يا مؤمن بتلاقي محمد هاني بيرفع اوفر، وسام علي بيدخل يحطه بدماغه. 3-2. قلنا أنا الحمد لله، الحمد لله، مفيش احسن من كده. ماتش بيقول لك يلا روح اكسب، انا عايزك انت اللي تكسب. ما بتعديش دقيقه بتلاقي احمد رمضان بيكهام بياخد الكوره، بدل ما يطلعها في الاوت ولا يحدفها قدام، لا يحلق عليها تيجي علينا ركنيه بتتلعب اوفر. الواد الطويل بتاعهم سامو ده اللي نزل الشوط الثاني طبعا بيركب الكل وبيحطها جول، وكالعاده محمد الشناوي بيتفرج على الكوره. تمام. 3-3. اوكي ماشي. مستنيين ان احنا نخسر، وبورتو بدا يدخل في الجيم وكل حاجه، وانت بدات تتراجع شويه، وبتعمل تغييرات بقى. بتجيلك التغييرات، بتعمل التغيير بتاعت اسامه ابو علي اللي اتصاب، اللي ما كانش مخطط له انه يطلع، وبتعمل التغيير بتاعت حسين الشحات. بالمناسبه في تغيير حصل وكان محوري والحمد لله انه حصل. حمدي فتحي اتصاب في الشوط الاولاني ونزل مكانه اليو ديانج، اللي فعلا مدحت شلبي معاه حق، قال لك انه ده يقعد ازاي يا جهله؟ جهله. قال لك يا جهله ازاي ده يقعد؟ يعني الراجل يعني طلع من هدوء. اليو ديانج يا جماعه مسح الملعب، مسحه لوحده، ولا ثلاث ديفندرات ولا مروان عطيه ولا حمدي فتحي ولا الجو لا لا لا، لوحده. واخد الملعب لوحده، بيلعب في النص وبيزيد وبيعمل هجمات وبيباصي وبيغير ملعب، بيعمل كل حاجه. ازاي ده يقعد؟ انا مش عارف، انا مش عارف. تمام. هرجع لك بقى تاني للماتش. 3-3. بيطلع وسام ابو علي، بينزل جراديشار اللي محسوب علينا محترف، هو لعيب كويس كل حاجه، انا رايي فيه ما اتغيرش، بس النهارده ما فيش. وبينزل بن شرقي مكان تريزيجيه، وبينزل عمر كمال مكان حسين الشحات. قلنا الاهلي هيكش لورا، ما كشش. طلع تاني عمر كمال قفل شويه مع محمد هاني اللي متباع النهارده، واللي هو وحش، يعني هو وحش ومتباع الاثنين، نوت اونلي بات اولسو. تيجي الكوره بتترفع، ياخدها اشرف بن شرقي، يلم واحد والتاني ويصلحها لمحمد علي باشا
محمد علي باشا عمي وعم الناس كلها، محمد علي بن رمضان اللي بيحطها الارتو الصح يا تريزيجيه، الارتو الصح اللي انت ما عرفتش تعملها طول حياتك. اتفرج وتعلم، تعلموا من امامكم المحترفين، المحترفين مش المصريين. حطها 4-3 بتركب الماتش تبقى احسن، بتروح باكتر من كوره. اشرف بن شرقي بيضيع كوره، جرادي شار بيضيع الكوره الثانيه، اشرف بن شرقي بيضيع الثالثه، جرادي شار بيضيع الرابعه، عمر كمال بيلم والجول فاضي. لا عايز يحطها بشماله. يا راجل يا راجل يا راجل، ده ايه القرف ده؟ ايه الانانيه دي؟ مش ممكن، مش ممكن، مش طبيعي. اسهال فرص. والكرة برضو بتديك قبلة الحياة. الكرة بتتلعب عرضية من ناحية اليمين من بورتو، سامو ده المهاجم بتاعهم في حلق الجول بيقلش بدماغه، يعني بتقول لك يلا اكسب. غلطة غلطة المدرب بتاعنا جوزيه، اسمه ايه ده؟ والله ما فاكر اسمه، حاجة تقرف. نازل بيطلع محمد علي بن رمضان، بيطلع محمد علي بن رمضان وينزل قفشه. مش ممكن. طبعا قفشه ولا عنده فكره يعني تخيل نص الملعب بتاعك هو قفشه وقالوا ديانج. قفشه ده المفروض انه لعيب 8، ازاي لعيب 8؟ انا مش عارف. كوره هجمه عاديه لبورتو، بيدخل قفشه يبيع نفسه، بيتفتح مساحه، اللعيبه بتاعتك كلها بتكسكس لورا، تمام، في اخر الماتش خالص، وبتروح اللعيب على حدود ال 18 بيشوطها، والشناوي كالعاده مش خايف يلمسها. الشناوي النهارده 3 كور بيتفرج عليهم، ما حاولش، ما نطش، ما اجتهدش، ما عملش اي حاجه. وده الجول كيبر بتاعك، وده حارس مصر الاول، وده اللي كان قدام انتر ميامي وحش. ما فيش ثبات، ولا عندك ثقه، ولا عندك نيله، ولا عندك اي حاجه. 4-4 ما هي حتى لو كنت كسبت ما كنتش هتأهل، تمام. وهتيجي تقول لي انا تحصاله ومش سيبك ولا يشغلك. بس انا بتكلم على مساله مبدأ. وبرده ومع ذلك بتضيع الجول الخامس، برده بتضيع بعد، يعني خلاص فرقتين لا عارفين يهاجموا ولا عارفين يدافعوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه. مش ممكن. انت هتجيلك امتى فرص اسهل من كده؟ مش عارف بجد والله. انا كنت عايز اكسب، بس نكسب النهارده بس لانك احسن، لانك تستاهل، لانك عملت كل حاجه. ماتش مش مدير فني انا الوم عليه في تغيير قفشه بس والوم عليه انه اتاخر في الدفع بلعيب يغطي مع محمد هاني وهو شايفه بالمستوى المترنح ده في الدفاع، والوم عليه ان هو النهارده ما بداش بأليو ديانج. بس غير كده كمعطيات ملعب لا، انت رحت ب 10 كور، 10 كور، جبت 4 وضيعت 6 اهداف محققه، يعني من 6 اهداف. مش فاهم بجد والله. ما ربنا ما بيديش النفسيات دي نفسيات لعيبه. دي كل لعيب عايز يبص نفسه على انه نجم. المنتاليتي المصريه والمنتاليتي بتاعت بن شرقي المغربي اللي جايبه، اللي عنده الفينش كويس. مش عارف بن شرقي عايز ايه يعني. ايه اسهل من كده؟ كور كانت ممكن تجي لك النهارده. انت لو بتلعب في الدوري الممتاز مش هتجي لك كور اسهل من دي. ايه اللي ناقص؟ معاك ان في حاجات باد لك، بس معاك تاني ان في حاجات لا، اهمال وتسرع. مش طبيعي ومش منطقي اللي احنا شفناه. على قد ما شفت انك انت النادي الاهلي ليه شكل وليه كاريزما وليه شخصيه في الملعب، وبيحط جول واثنين والتالت والرابع، يعني ما رحتش ومثلا وما سجلتش ورجعت وبقيت حصاله بمعنى الحصاله. لا انت لو هنتكلم كمنطقيه نتيجه ماتش بالميراس منطقيه، نتيجه ماتش النهارده فوق المنطقيه، لانك انت فرقتين هم اعلى منك فنيا على الورق، على الورق اعلى منك فنيا، اعلى منك كقيمه تسويقيه طبعا بكتير باضعاف، تمام. حتى انتر ميامي اللي هو احنا بنقول عليه فرقه عواجيز هو عنده لعيبه جامده. انت نظريا الترتيب ده منطقي شويه، انك انت تطلع متعادل ماتشين وخسران ماتش 2-0، يعني في المنطقي منه. لكن كان في احسن من كده طبعا، طبعا كان في احسن من كده بكتير. مين يتحمل النهارده اللعيبه؟ قبل كده مين؟ مجلس الاداره. مجلس الاداره يشيل الشيله دي، يشيل الماتشين اللي فاتوا، يشيل ان هو اتاخر في ان هو يجيب الصفقات. كان ممكن تيجي من السنه اللي فاتت وفي يناير ويا دوب تدعم بلعيب ولا اتنين بس. يشيل انه سمح لواحد زي اليو ديانج ده انه يطلع بره الفرقه. يشيل انه سمح لمارسيل كولر انه يبهدل الفرقه
وتدخل بفرقه انت بتعمل عليها فرقه عشان تلعب كاس عالم. يجي له متاخر قوي انه يمشي مارسيل كولر، يجي له متاخر قوي انه يجيب مدير فني جديد، يجي له متاخر قوي انه يجازف بالمدير الفني في الدوري. الاهلي بيخرج من كاس العالم، شابوه للجمهور المحترم، الجمهور العظيم، الجمهور اللي راح في اخر الدنيا، والجمهور المتواجد في امريكا، الجمهور اللي بيشجع ولا كانك انت في القاهره هنا. شابوه اللعيبه اللي تعبت بجد وكانت بتفضل غيرها عن نفسها. شابوه لواحد زي اسامه ابو علي النهارده، شابوه لواحد زي احمد سيد زيزو النهارده اثبت ان هو اعلى من اعلى لعيب في الاهلي، كواليتي. شابوه لمحمد علي بن رمضان، القائد الحقيقي للاهلي، القائد الحقيقي للاهلي، وسيبك من الشاره. انا لو هدي كابتنه هديها لمحمد علي بن رمضان. لعيب حتى المدير الفني بيكلمه، هو الوحيد بس اللي بيكلمه يديله تعليمات. محمد علي بن رمضان معلم، معلم نص معلم كوره. صفقه اتاخرت سنه، اتاخرت سنه، بقى لنا سنه بنسمع على محمد علي بن رمضان. ده اللي دفع فيه، ده اللي دفع فيه فلوس بجد. لعيب. عموما هو خروج متوقع، بس الشكل القفله كان وحش النهارده. كان وحش انك تطلع متعادل، او كان ممكن تبقى مغلوب، كان ممكن، لان اللي يضيع يستقبل. حسبي الله ونعم الوكيل. حرقتوا دمنا، الله يحرق دمكم. السلام عليكم.